الخطر اللي بنتكلم عنه النهاردة ممكن يكون انت، بس انت ما تعرفش او مش واخد بالك. مش كل خطر بيبقى شايل سلاح، ومش كل وجع بيجي من ضربة. في ناس بتقتل بالسكوت، بالغدر، بالكلمة، او حتى بالنظرة. عندنا مثلا سارة، بنت عندها 22 سنة، كانت ساكنة في بيت عيلة، كل حاجة شكلها طبيعي، لحد ما بدأت تحس ان في لمسة مش طبيعية من عمها. ولما قالت لمامتها، قالت لها فهمتي غلط، ده زي ابوكي. فسكتت سارة، بس جوه سارة الخطر كبر. مش خطر عمها، لأ، خطر أكبر، إنها تسكت وهي بتتأذي وإن محدش شايف. الخطر مش شرط يكون بعيد، الخطر ساعات بيعيش معانا، نضحك في وشه وناكل معاه وهو بيغرس فينا سمه بالراحة. الناس اللي بتسكت مش ضعيفة، دول ضحايا، لأنهم اتأذوا من اللي المفروض يحميهم. زي هشام شاب عنده 28 سنة، كان خاطب بنت بقاله 3 سنين، حبها بجد، صدقها في كل كلمة. وفي يوم وهو ماسك موبايلها، شاف اسم مش غريب، بس الكلام اللي مكتوب مش كلام عادي. اكتشف انها مش بس خانته، دي كانت بتضحك عليه بدم بارد. وهو وقع. في ناس وشهم ملاك بس جواهم سم، يدوك امان وهم بيزرعوا فيك قلق. الخيانة مش دايما بتيجي من غريب، ساعات بتيجي من اللي يشاركك سرك وحياتك. عندنا مثلا أمنية، ست طيبة وكبيرة في السن، عايشة على المعاش، حوشت طول عمرها عشان تجوز بنتها. أمنية دي ليها جارة اسمها سوسن، كانت قريبة منها جدا وكانت صاحبتها قوي، كانت بتحكي لها كل أسرارها وكانت دايما بتساعدها. سوسن قالت لأمنية هاتي الفلوس اللي معاكي أحوشهم لك، الدنيا عندي أمان. صدقتها أمنية وبالفعل ادت لها كل الفلوس اللي حوشتها طول عمرها. وبعد أسبوع سوسن اختفت بكل الفلوس اللي أمنية جمعتها. مش كل ضحكة أمان، ومش كل كلمة طيبة وراها خير. في ناس بتخطط للشر وهم بيصلوا، وبيكذبوا وهم بيحضنوك. لو انت فكرت تأذي أو استغليت ضعف حد أو خنت حد أو لمست أو كذبت أو سرقت، حتى لو محدش شافك، بصمة الحقيقة هتطلعك. الشر لما بيكبر جواك بيطبع على وشك وبيفضحك من غير ما تنطق. الخطر اللي بنتكلم عنه مش شرط يبقى قاتل، الخطر ممكن يبقى كلمة، خيانة، نظرة، لمسة، أو ضحكة كدابة. لكن كل خطر وليه نهاية، واللي بيأذي الناس دايما خسران في الآخر. حتى لو الناس ما خدتش بالها، الحقيقة بتسيب بصمتها. دي كانت بصمة الحقيقة. الخطر مش بعيد ومش دايما بيبان، خليك صاحي قبل ما تكون انت سبب الخطر. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واستنونا في الحلقة الجديدة من أبشع الجرايم اللي حصلت بجد.